يا مساء الفل والياسمين على كل حبايبنا الحلوين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. ايه رايكم يا حبايبنا النهارده بقى في الفيديو بتاعنا ده؟ احنا النهارده عملنا حليب المانجا البارد، حليب صيفي. عايزه اقول لكم منعش وليه طعم جميل. طبعا بيطري على القلب بقى في الصيف، انتوا عارفين الجو حر واحنا عايزين حاجه ساقعه تطري على القلب. ما بتاخدش وقت يا حبايبنا ومش محتاجين لا فرن ولا محتاجين اي حاجه. لو بتحبوا بقى الحلويات البارده والمنعشه الفيديو ده اكيد ليكم. يلا بينا يا حبايبنا نشوف مع بعض الطريقه ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واهم حاجه يا حبايبنا ما تنسوناش بالشير واللايك وعلامه نسمي الاول كده يا حبايبنا ونصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده انا معايا منجايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا زي ما انتم شايفين كده، انا الاول بفتحها كده من النص ونبدا بقى ننضف المنجايه دي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بالمعلقه كده يا حبيبنا زي ما انتم شايفين كده، دي طريقه سهله جدا اهي. شايفين كده بتطلع سهله جدا اهو. وطبعا بعد كده بقى بنبدا ايه ننضف اللي حواليها. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما شايفين كده يا حبايبي طريقه سهله وما بتاخدش وقت. دي طبعا هعملها بالسكينه احسن. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كده يا حبايبنا اهي المانجا اهي بعد ما نضفتها، طبعا نضفت كمان القشر اللي كان فيه. نبدا كده بقى ننزل بيها كده في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هجيب بس كده هنا شويه ميه في قلب الطبق واحطها على الخلاط كده يا حبايبي اهو. يا دوب جبت مكان المانجا جبت فيها شويه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى سامعين عصافير حبايبي؟ بصوا بقى اللي هو دلوقتي مزاجها عندهم رايق، فبحب اسمع الصفاره دي بتاعتهم كده يا حبايبي. انا حطيت شويه ميه على المانجا مكان الطبق اللي كنت حاطاه في المانجا. هنبدا بقى كده نضرب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبدا بقى كده نضرب المانجا في الخلاط. يا رسول الله. ايه رايكم بقى في الست الجميل بتاع عصام الفراخ الحلوين دول؟ هما بس بيصبحوا احلى حبايبنا ويقولوا لهم صباح الخير. يا رب. ايه ده؟ بصوا يا حبايبي بقى والله ربنا ستر. انا الصوت اللي انا حصل في قلب الخلاط ده دلوقتي، اللي حصل ان انا كنت نسيت المعلقه في الخلاط، تخيلوا. فعملت الصوت ده، فالحمد لله ان ربنا سترها كمان والخلاط ما بص. هنبدا بقى كده نكمل ضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي غلطه انا غلطتها بصراحه. انا عمري في حياتي ما كنت بحط المعلقه في قلب الخلاط، ما اعرفش ايه اللي حصل النهارده وخلاني حطيت المعلقه في الخلاط ونسيت اشيلها بعد كده. فالحمد لله ربنا بيسترها والله يا ولادي. معايا زي ما انتم شايفين كده حبايبنا حله صغيره. هبدا انزل بقى هنا بعصير المانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما نزلت كده بعصير المانجا يا حبايبي في قلب الحله بتاعتنا، هنزل ب3 معالق كبار نشا. دي كده اول معلقه اهي. تمام. معلش طبعا انا والله موضوع غلطه المعلقه دي انا عمرها ما بتحصل، بس طبعا انا اليومين دول عشان تعبانه فادعوا لي يا حبايبي ان ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. يعني الواحد بخش المطبخ بالعافيه. انا نزلت ب3 معالق ونص. هنبدا بقى كده نقلب الخليط. خلي بالكم يا حبايبنا دايما النشا الاول بنقلبه على البارد، ما نحطوش على النار غير لما احنا نكون مقلبين النشا كويس. بصوا يا حبايبي انا زودت نص معلقه نشا كمان، لان انا بحط على الكيلو لبن في المهلبيه بحط 3 معالق، فطبعا كده ده المنظر عام كده ان ده كان اكتر من كيلو، فانا زودت معلقه نشا كمان.
هنبدا بقى كده نروح على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو انا حطيت الحله على البوتاجاز. طبعا ما بعليش النار دايما قوي، يعني بخلي النار هاديه. هنزل بقى ده يا حبايبنا في الوقت ده بالسكر. زي ما انتم شايفين كده السكر طبعا تبع التحليه، خلي بالكم المانجا اصلا بتبقى مسكره. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحط كده واشوف وضع السكر ايه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انا دقت السكر لقيت الحبه اللي حطيتهم مظبوطين يا حبايبي، لان المانجا اصلا بتبقى مسكره. بعد ما تستوي يا حبايبنا كده لو لقيتوها ان هي خفيفه، وهي يعني تقول بالاخر كده لقيتوا ان القوام بتاعها خفيف، بتدوبوا معلقه صغيره نشا في قلب شويه ميه وتنزلوا بيها بالراحه مع التقليب المستمر. لو كان تقيل بننزل بشويه ميه بس هو ان شاء الله هيطلع القوام بتاعها مظبوط. وخلي بالكم يا حبايبنا اللي بالمانجا مش هنحط لها فانيليا خالص عشان تحسوا بطعم المانجا فيها. لو حطيتوا فانيليا هتخرجوا من طعم المانجا خالص. المهلبيه العاديه او الرز بلبن، الحاجات التانية دي اللي احنا بنحط لها اللهم صل وسلم فانيليا. يكون بالنسبه للمانجا كده ما بنحطلهاش فانيليا عشان نفضل محتفظين بطعم المانجا. كده يا حبايبنا مهلبيه المانجا كده خلصت. زي ما شايفينها كده بدات هي عملت فقاقيع. هبدا اهي اطفي عليها بقى دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى كده الاطباق بتاعتنا يا حبايبنا، انتوا عايزين تحطوها في كاسات براحتكم، عايزين تحطوها في اطباق براحتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضيها بقى كده في الاطباق وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبنا عملنا الست اطباق دول. هنسيبها بقى لما تبرد وبعد كده نرجع نكمل. دي مهلبيه المانجا يا حبايبنا بعد ما سبتها بردت شويه. هنبدا بقى نزوقها بالمانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. انزلي انزلي يا حبيبتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. تكسروا كده دايما يا حبايبنا من الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هزوق كده المهلبيه بقى وارجع لكم. ادي كده يا حبايبنا اهو بعد ما حطيت عندها قطع المانجا نبدا برضو كده يعني نكسر اللون باي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. كريز عنب اللي متوفر عندكم هتحطوه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. دي كده يا حبايبنا اهي مهلبيه المانجا بعد ما زوقتها بقطع من المانجا زي ما انتم شايفين كده. وحطيت لها كان عندي عنب احمر، ممكن بديل العنب الاحمر كريز. لو مش متوفر ده ولا ده عادي يا حبايبنا، ممكن تسيبوها ساده خالص. عايزه اقول لكم بتبقى طعمها حلو قوي قوي في الجو ده، خصوصا ان احنا طبعا انتوا عارفين الجو حر، فحاجه ساقعه كده وبترطب على القلب وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت. مانجايه واحده عملنا 6 اطباق. ايه رايكم بقى في الفيديو بتاعتي يا حبايبنا النهارده؟ عايزه اقول لكم يا حبايبنا لو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسوناش في الشير واللايك وعلامه الاشتراك. اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.